السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني في الوحدة الثانية تحليل ثلاثية الحدود، رياضيات تانية اعدادي 2026. كمل معايا لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. وقفنا المرة اللي فاتت عند المقدار الثلاثي الغير بسيط. طب ايه الفرق ما بين المقدار الثلاثي البسيط والمقدار الثلاثي الغير بسيط؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات ان المقدار الثلاثي البسيط ده اللي بيبقى معامل بي تربيع بتاعته بواحد، يعني تطلع لي كده مثلا بي تربيع زائد السبعة بي زائد الاتنين، دايما معامل البي تربيع اللي هو هنا بيبقى واحد. ولكن المقدار الثلاثي الغير بسيط يبقى في رقم جنب البي تربيع، ايا كان بقى الرقم ده 2 3 4، المهم ما يكونش واحد. ساعتها اعرف ان الرقم دوت مقدار ثلاثي غير بسيط. طب نحله ازاي بقى المقدار الثلاثي الغير بسيط دوت؟ قال لك هناخد الرقم اللي جنب البي تربيع ده ونضربه في اخر رقم خالص، يعني هتبقى عندي البي تربيع زائد السبعة بي زائد 3 في الاتنين بكام؟ بستة. حلو. بعد كده هنفتح القوسين بتاعنا كده، احنا حولناه لمقدار ثلاثي ايه؟ بسيط. هنحط هنا بي وهنا بي. طب الستة دي كام في كام؟ هتقولي 6 في 1 وبرضو 2 في التلاتة، 3 في 2 يعني. حلو. طب انا عايزه حاجه يكون مجموعهم يديني الرقم اللي في النص اللي هو السبعة، تبقى الستة في 1. فاخد الستة في 1 الاول، ما اكتبهاش، استنى. الرقم اللي انا شلته هقسم عليه. انا شلت الرقم ايه؟ شلت التلاتة دي، يبقى هقسم هنا على التلاتة وهقسم هنا على التلاتة. الستة على تلاتة هنحط هنا ايه؟ الاتنين. طب الواحد على التلاتة بتقبل القسمة؟ لا، هي واحد على التلاتة، فانا احط هنا الواحد واجيب الرقم اللي هو في المقام ده احطه جنب البي. طب والاشارات هناخد اشارة اللي في النص، يبقى هنا زائد وهنا زائد. كان ممكن برضو تحل نفس السؤال دوت بالآلة. هتعمل ايه؟ هتدوس مود وبعد كده 5 وبعد كده 3، وهتقوم كاتب 3 بتساوي 7 تساوي 2 تساوي، وبعد كده هتدوس تساوي، هتطلع لك الإجابة سالب تلت وسالب 2 اللي هي بتنكتب كده تبقى بي. بناخد طبعا بنعكس الإشارة اللي الآلة بتطلعها لي، تبقى زائد الاتنين وفي نفس الوقت مديني سالب تلت، يبقى عندي البي هنخلي هنا زائد، بنحط هنا الواحد والتلاتة اللي هي في المقام بنحطها جنب البي. يعني ممكن تحلها بالآلة، ممكن تحلها بخطوات، بس طبعا لو جت بمقالي فانت مضطر انك تحلها بخطوات، مع ان مش في خطوات قوي يعني من المقالي والآلة. طب تعالى نحل السؤال التاني علشان نثبت المعلومة. قالك 12 اكس تربيع زائد 28 اكس واي ناقص 5 واي تربيع. في حاجة هنا اقدر اخدها عامل مشترك؟ حاجة تقبل الاسم عليهم كلهم؟ لا. طب اعمل ايه؟ نعمل نفس اللي احنا قلناه، بناخد الرقم اللي جنب الاكس تربيع واضربه في اخر رقم، يعني هتبقى عندي اكس تربيع زائد ال 28 اكس واي، وبعد كده هنقول ال 12 في السالب 5 هتديني سالب ال 60 واي تربيع. تعالى بقى نبدأ نحلل عادي جدا. هنفتح القوسين، بقت ايه؟ مقدار ثلاثي بسيط. هنحط هنا اكس وهنحط هنا اكس. حلو. عايز ايه؟ عايز ال 60 دي كام في كام؟ الفرق ما بينهم يديني ال 28، هتبقى ال 30 في الاتنين. طب هناخدها بقى، هناخد ايه؟ 30 في الاتنين. الرقم اللي انا شلته ال 12، هقسم هنا على ال 12 وهقسم هنا على ال 12. 30 على ال 12 فيها كام؟ فيها الخمسة على الاتنين. قلنا ان المقام بنحطه هنا والبسط بنحطه هنا، ونفس الكلام الاتنين على ال 12 فيها الواحد على الستة، باخد المقام واحد على الستة، يبقى اخد المقام بحطه جنب الاكس والواحد بحطه هنا. وهنا بما ان الاشارة ديت ناقص فالكبير بياخد اشارة اللي في النص، يعني هنا زائد وهنا ناقص. ندخل في سؤال رقم 3. اول حاجة تعالى نرتب السؤال، يعني هتبقى عندي 10 اكس تكعيب ناقص ال 12 اكس تربيع زائد ال 2 اكس. حلو. طب في حاجة هنا اقدر اخدها عامل مشترك؟ الاتنين اكس. طيب انا لما اخد الاتنين اكس عامل مشترك هيبقى عندي ايه؟ يعني هقسم هنا على الاتنين اكس وهنا برضو نفس الكلام على الاتنين اكس وهنا برضو على الاتنين اكس. هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 5 اكس تربيع ناقص الستة اكس زائد الواحد. طب انا بقى اللي عندي جوه دوت، انا اهم حاجة عندي اللي جوه ده بقى ليه مقدار ثلاثي غير بسيط لان فيه 5. طب انا ازاي اعمله؟ اخد ال5 دي واضربها في الاخير زي ما احنا بنعمل. اركن عندك الاتنين اكس دي على جنب ولكن ما تنساهاش، وتعالى نظبط الجزء اللي في النص. يبقى عندي تبقى الاكس تربيع ناقص الستة اكس
زائد الخمسة في الواحد بالخمسة. تعالى بقى نعمل قوسين وهنقول هنا اكس وهنا اكس. عند الخمسة دي هتبقى 5 في الواحد، وطبعا هنقسم على الرقم اللي احنا خدناه اللي هو الخمسة، تبقى هنا على الخمسة وهنا على الخمسة، فخمسة على الخمسة فيها الواحد، وواحد على الخمسة قلنا المقام بنحطه جنب الاكس وهنا هيبقى الواحد، والإشارة هنا موجب وفي النص سالب، يبقى هنا ناقص وهنا ناقص. وطبعا ما ننساش الاتنين اكس. ندخل في سؤال رقم 4. اول حاجة الاكس دي تعالى نضربها في القوس كله، يبقى عندي 6 اكس تربيع، و6 في سالب 1 بسالب الاكس، وعندنا سالب ال12 بقى مقدار ثلاثي غير بسيط. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد ال6 ونضربها في ال12، يبقى عندي اكس تربيع ناقص الاكس، 6 في 12 بكام؟ ب72، تبقى سالب ال72. هنعمل ايه بعد كده؟ نفتح القوسين بتوعنا، هنا اكس وهنا اكس. عندنا ال72 ديت عايزين رقم كام في كام يكون الفرق ما بينهم يديني الواحد، هيبقى 8 في 9 في 8. وبعد كده هنقسم على الرقم اللي احنا شلناه اللي هو 6، فهتبقى 9 على 6 فيها 3 على 2، وكمان 8 على 6 هتبقى فيها 4 على 3. الرقم اللي تحت اللي هو في المقام بحطه جنب الاكس، والرقم التاني هنا، ونفس الكلام هنا برضو المقام بحطه جنب الاكس والتاني بيبقى هنا. حلو. طب والاشارات؟ الكبير هياخد اشارة اللي في النص اللي هي السالب، تبقى هنا زائد وهنا السالب. مثال 5 بيقول لي حديقة مستطيلة الشكل مساحتها 12 اكس تربيع زائد 25 اكس واي زائد 12 واي تربيع. يعني اول حاجة كده دي عندي ايه؟ مقدار ثلاثي غير بسيط. طب تعالى نظبطها. كنا بنعمل ايه؟ هناخد ال 12 ونضربها في اخر رقم اللي هو برضو 12، يبقى عندي الاكس تربيع زائد ال 25 اكس واي زائد ال 12 في 12 ب 144 واي تربيع. تعالى بقى نبدأ نحلل. هنفتح القوسين بتوعنا، هنا اكس وهنا اكس، وبما ان ده زائد فبياخد اشاره اللي في النص، فهنا زائد وهنا زائد. طب عندي ال 144 ديت هتبقى كام عشان يبقى تديني مجموعهم ال5 وال20؟ هتبقى 16 في 9. وبعدين جاوب، برافو عليك. هاخد الرقم اللي انا شلته اللي هو ال12 هقسمه هنا مرة على 12 وهنا مرة على 12. 16 على 12 هتديني 4 على 3، تديني 4 على 3. المقام قلنا بنحطه جنب الاكس والتاني هيتحط هنا، و9 على 12 فيها 3 على 4، بنحط المقام اللي هو 4 هنا وال3 هنا. ما تنساش في واي تربيع، فده هتاخد واحدة واي هنا وواحدة واي هنا. بعد كده قالك ثم احسب طول السور ومديه قيمة اكس وقيمة واي. يعني ايه طول السور؟ طول السور ده اللي هو محيط المستطيل، محيط الشكل اللي هو مديهولي، يعني محيط المستطيل. طب ايه هو محيط المستطيل؟ الطول زائد العرض في 2. يعني ايه؟ يعني هنقول طول السور بيساوي 2، افتح قوس، 3 اكس زائد 4 واي زائد 4 اكس زائد 3 واي. حلو. يعني الاتنين نفتح قوس، تعالى نجمع الاكس مع بعض ونجمع الواي مع بعض، يعني هتطلع 7 اكس زائد 7 واي. وهو مديني اصلا قيمة الاكس وقيمة الواي، يعني هنعوض مكان الاكس ب4 وقيمة الواي ب3، فتطلع لك الإجابة 98. آخر فكرة في درس النهاردة وهي يجي يقولك أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في R اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية. تعالى أول سؤال عندك، تعالى نحلل عادي جدا، هي مقدار ثلاثي بسيط فاحنا ممكن نحلله في كل سهولة. هنفتح قوسين، وبعد كده عندك اكس تربيع هتبقى هنا اكس وهنا اكس. عندك ال 12 دي كام في كام؟ عشان يبقى الفرق ما بين الرقمين اللي هنجيبهم دول لازم يكون 4، تبقى 6 في 2، 6 في 2 ب12، وفي نفس الوقت الفرق ما بينهم يعني 6 ناقص 2 هيديني 4. نحط هنا 6 ونحط هنا 2. بما ان الاشاره هنا ناقص يبقى الكبير هياخد اشاره اللي في النص. مين الكبير؟ ال6، واشاره النص زائد، يبقى هنا زائد وهنا ناقص. بعد كده هنعمل ايه؟ بسبب بيساوي الصفر دي هاخد كل قوس منهم واساويه بالصفر، يعني اكس زائد ال6 هتساوي الصفر، فالاكس تطلع بتساوي الاكس الناحيه التانيه تبقى بالسالب، واكس ناقص ال2 بتساوي الصفر، فالاكس تطلع بتساوي ال2. فيبقى اذا مجموعه الحل بتاعتنا ايه؟ سالب 6 و2، وهما الاتنين في قوس مجموعه. سؤال رقم 2. اول حاجة تعالى نضرب الاكس ديت جوه القوس، يبقى عندي اكس في اكس باكس تربيع زائد 8 اكس زائد
ال15 بيساوي الصفر. طبعا هنا ايه العامل بتاع الاكس تربيع واحد، فهي مقدار ثلاثي بسيط. هنفتح عندنا القوسين على طول، هنا اكس وهنا اكس. ال15 دي كام في كام علشان يبقى المجموع بتاعها 8. التلاتة في الخمسة ب15 ومجموعهم ب8. جميل، يبقى هنحط هنا 5 وهنحط هنا 3، والإشارة هنا زائد، الإشارة اللي في النص زائد، يبقى هنا زائد وهنا زائد. بعد كده هنقول اكس زائد ال5 مرة بتساوي صفر، واكس زائد ال3 مرة التانية بتساوي صفر، فالاكس تطلع لي بتساوي -5 واكس بتساوي -3. يبقى عندنا مجموعة الحل بقت بتساوي كام؟ طبعا قوس مجموعة بقت ب-5 و-3. ندخل في سؤال رقم 3. المرة دي هنا في 2، يعني مقدار ثلاثي غير بسيط. كنا بنعمل ايه؟ بناخد الرقم اللي هو الاتنين دوت ونضربه في اخر رقم خالص. تبقى الاجابة عندي اول حاجة اكس تربيع ناقص ال7 اكس، وبعد كده 2 في 4 ب8 تبقى ناقص ال8. بعد كده كنا بنعمل ايه؟ نفتح قوسين لانها بقت مقدار ثلاثي بسيط، هنا اكس وهنا اكس. ال8 دي كام في كام؟ يبقى الفرق ما بينهم يديني 7. 8 في الواحد. وكنا بنعمل ايه؟ بنقسم على الرقم اللي احنا شلناه اللي هو الاتنين، يعني هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. 8 على الاتنين فيها ال4، 1 على الاتنين قلنا بناخد المقام نحطه جنب الاكس وهنا الواحد، ودي هتبقى زائد ودي هتبقى ناقص، وهنقول ده كله بيساوي الصفر، ونبدأ نجيب كل قوس ونساويه بالصفر بتاعنا. يعني هتبقى اكس ناقص ال4 بتساوي الصفر، فالاكس بتساوي ال4، و2 اكس زائد الواحد بتساوي الصفر، يعني 2 اكس بتساوي -1. هنا على الاتنين هنا على الاتنين اكس طلعت لي ب-1 على الاتنين. يبقى مجموعة الحل عندي بقت بتساوي -1 على الاتنين، وال4 في قوس مجموعة. اخر سؤال في درس النهاردة، اكس تربيع زائد الاكس بتساوي 6. اكس تربيع زائد الاكس، تعال ندخل ال6 دي جوه بعكس الاشارة، يعني ناقص 6 بتساوي الصفر. بقت سؤال طبيعي جدا، مقدار ثلاثي بسيط. هنفتح قوسين، هنا اكس وهنا اكس. ال6 دي هتبقى 3 في الاتنين لان فرقها هيطلع لي الواحد، يبقى هنا ال3 هنا الاتنين. الكبير هياخد اشارة اللي في النص، يعني ده زائد ده ناقص، يبقى الاكس زائد ال3 عندي بتساوي صفر، فالاكس هتطلع لي ب-3. وبعد كده اكس ناقص الاتنين بتساوي صفر، فالاكس هتطلع لي بتساوي الاتنين. يبقى عندي مجموعة الحل بقت بتساوي عندي -3 والاتنين في قوس مجموعة. وبكده نكون خلصنا مع بعض درس تحليل ثلاثي الحدود، وتعلمنا ازاي نطبق القواعد خطوة بخطوة. المرة الجاية ان شاء الله ندخل في الدرس الجديد. ما تنساش تحل كتير علشان المعلومة تثبت معاك. ما تنساش برضو تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو، ومع السلامة.